طيب انت لسه خارج دلوقتي من اتحاد او من مجلس اداره الاتحاد، ايه اللي حصل النهارده في الاجتماع؟ هو الاجتماع النهارده اسفر عن ان الكابتن شوقي غريب مدير فني والكابتن حسام البدري غالبا هو المدير الفني للمنتخب الاولمبي. ده رسميا يا كابتن عزمي؟ رسميا. تمام. طب يا كابتن كان في اختلافات في الاراء ولا ايه يعني احكي لنا ايه الموضوع يا كابتن عزمي؟ والله انا عارفك انت راجل صريح عشان كده انا قلت لهم هاتوا لي الكابتن عزمي. بص يا كابتن مصر، اتفضل يا كابتن. الاستفاهات اتعرضت على مجلس الاداره وتم مناقشتها وتم التصويت. كان الكابتن شوقي غريب هو اللي خد اكبر عدد من الاصوات. نعم. يعني ما كانش في حد معترض. نعم. وبرضه الكابتن حسام البدري نفس الموضوع يعني، وللمدير الفني اختيار الجهاز المعاون له بقى هيجتمع ان شاء الله مع السيد رئيس اتحاد السجان الاعلام والكابتن حسن فريد المشرف على المنتخب الاول. نعم. لتحديد مراحل الجهاز المعاوني. اذا الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا لمنتخبنا الاول والكابتن حسام مديرا فنيا للمنتخب الاولمبي. ايوه خلاص ده رسمي. طيب كابتن عزمي، عدم وجود الحاج محمود الشامي النهارده في الجلسه فرق في الموضوع ولا هو كان قايل رايه قبل ما يمشي؟ والله اكيد قايل رايه قبل ما يمشي، بس هو في مأمورية عمل خارج مصر يعني. نعم، فما فيش مشكله يعني لان هو مفيش مشكله ان شاء الله. كابتن عزمي اشكرك يا كابتن عزمي على وجودك.